حماس. برأيي الفرق بين انه وقت عم كون بلبنان وبرا، مثل بكل شيء بتحس حالك هوم ببيتك، مرتاح اكتر، عارف شو ناطرك. والجمهور اللبناني هلا كتير عايزها، سمعتها من كل يلي جايين على الكونسرت، جاي بوقت كلنا بدنا ننبسط، بدنا نغير جو. ان شاء الله خير، هلا بنشوف بيرفورمانس كتير حلوه. دانس اوف ساندز هو فيه جو شرقي اكثر من غير كونسرتس عملتهم قبل. عم نرد شوي على الروتس تبعنا تنحملهم ناخذهم معنا لبرا. في موسيقى رح تقطع مصريه، جزائري، مغربي، من تونس، وموسيقى انا مؤلفها بذات الجو. والعالم عندهم حصه كبيره اليوم بالبرفورمانس، رح يغنوا معنا. بالتوزيع الاساسي تركت محل ليكون لهم دور، لانه بحب هيدا الساوند وقت تشوف الكل انفولد ومبسوط، مش بس قاعدين عم يحضرونا. عنا مغرب كازابلانكا ورباط، عنا امريكا 6 سيتيز، وعنا برازيل مدينتين، وبيرجع عنا بالاخر شيء بيوروب 4 يلي هن 5: امستردام، جنيف، باريس، سبين، وبروكسل. فخور كتير بشو عم نعمل انا والتيم كله، ويتي ام ار والارتست، لانه عم نوصل ايماج عن لبنان يلي فيها الروتس الجذور الشرقيه، بس بذات الوقت في الفيوجن، لان نحن شعب كتير منفتح، ما في كلتشر مش فايته عنا، اخذين منا الشيء الحلو. والحلو انه لانه عم نعمل موسيقى مش بس غنى شرقي، عم بيكون الجمهور كتير فيه خليط، يعني بتلاقي كتير لبنانية مثل ما بتلاقي أجانب من البلد يلي رايحين عليه. كل مرة بستوحي من شيء، ومش دايما يكون شيء بنتخيله، أوقات بعجقة السير بفوضى بشيء بتطلع معي موسيقى بالقلب رايقة وبتخليك تحلم، يعني عكس شو عم بعيش. ليتلي كان شوي الجو هون صعب بلبنان، مشان هيك رح تلاحظ دانس اوف ساندز اجت عكس، يعني الانسبيريشن تبعها فيها بسط وفيها جو، ما بتتخيل انه مع انه نحن عم نعيش هلا قلق وكله بيقول لك شو بده يصير، ان شاء الله ما بيصير شيء. وبتشوف انه بالموسيقى فينا نصح وننبسط ونحلم وكل شيء.